أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. وبعد، أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله، استمرارا للسيرة العطرة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، زوج الكاملة الفاضلة السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ووالد السبطين الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة. نواصل اللقاء والحديث حول صفات سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يخرج على الرعية وهو أميرا للمؤمنين راكبا على بغلة وساقيه الاثنين في جانب واحد، يعني راكب على البغلة ديت ورجليه الاثنين في حتة واحدة. فلما سئل عن ذلك قال: أنا الذي أهنت الدنيا. نتحدث عن هذه العبارة في هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله، أنا الذي أهنت الدنيا. سيدنا علي بيقول العبارة دي عشان يعرف الرعية وأمير المؤمنين إزاي يتعاملوا مع الدنيا، إزاي يعملوا في الدنيا، إزاي يتعاملوا مع الدنيا على إنها مرحلة مؤقتة. مفيش حد خالد مخلد في الدنيا، ولو كان هناك خلود في هذه الحياة الدنيا لكان أولى بالخلود الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خاطبه ربه بقوله وهو على قيد الحياة حي يرزق يسير على قدميه في الحياة، قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى إذن ما قالوش إنك ستموت، وإنما قال له إنك ميت. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. وسيدنا النبي يقول كده: ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل استظل بشجرة ثم ذهب وتركها. يبقى الدنيا زي إيه؟ زي ظلة الشجرة دي كده، كل واحد يجي مش مشوار بعيد ويا دوبك يعدي لحظة يتضلل بالضلة دي ويكمل المشوار بتاعه تاني. فسيدنا النبي معنى الحديث بيقول كده، بيقول: ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل استظل بشجرة ثم ذهب وتركها. يبقى هي دي الدنيا. الدنيا دي ما هي إلا لحظة، سواء طال عمرك أم قصر. ففي النهاية هيجي الناس كلها يوم القيامة تقول كده: كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. اللي عاش 80 زي 70 زي 100 زي 90 زي 20، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. والبعض يقول: والله ما لبسنا غير ساعة. ده الدنيا بالنسبة لنا كلها ما كانش إلا عبارة عن ساعة. هذه هي الدنيا. يعني عشان كده سيدنا علي بيقول إيه؟ أنا الذي أهنت الدنيا. يعني بيتعامل مع الدنيا، والنبي ربى الصحابة كلها على كده بما فيهم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه، على إن الدنيا كلها تبقى في إيديه. عشان كده الدنيا يعرف يتصرف فيها زي ما هو عاوز، يتحكم في الدنيا، لكن الدنيا ما تتحكمش فيه. أنت اللي تتصرف، مش الدنيا هي اللي تتصرف فيك. يبقى الواحد عايش عيشة كويسة وعنده الكثير والكثير، ويجي قبل ما يموت أو في سكرات الموت يجيب ولاده: الحقوني، اعملوا لي، اعمل لي كولدير، وانت اعمل لي الشقه اللي تحت جامع، وانت طب انت ما عملتش لنفسك ليه؟ يعني انت ما عملتش لنفسك ليه؟ واولادك دول لو جم بعد كده ما عملوش هم معذورين، لان المال مالهم هم، مش مالك انت. مالك انت بالموت خلاص ما بقاش مالك. انت حياتك كلها قضيتها فين؟ حياتك كلها وفلوس في ايدك عملت بيها ايه؟ ما عملتش بيها اي حاجة. عمال تأجل وتأخر وتأجل وتأخر لغاية ما حضرك الموت. في الساعة دي تقول ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت.
بالذمه انت شفت تاجر جاله ملك الموت قال له رب ارجعون لعلي بس اخلص الصفقه دي قبل عشان ما لحقتش اخلصها، او ابني العماره دي عشان ما لحقتش اشطبها، او اسحب فلوس من البنك عشان ما لحقتش اسحب. ابدا، الكل يدرك ان كل ده ملوش قيمه، العماير والعقارات والاراضي والفلوس والاولاد والاهل والمنصب كل ده ملوش قيمه. هتقول لي ملك الموت استنى عليا شويه عشان انا داخل على ترقيه، اما اخد الترقيه بس دي، اما اخد المنصب الاعلى ده، اما اخد، ابدا مش هسيبك. مفيش حد بيقول كده، الكل بيدرك الحقيقه. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، ده ربنا بيقول لك كده، انها كلمه هو قائلها. لو رجعناك هتقول والله اصل انا كنت في غيبوبه، اصل انا كنت مسورق، اصل انا كنت بموت برضه. ده كلام اللي عاوزه بيتك محرم على الجامع يا عم. وهكذا. وشفنا ناس شافت الموت بعينيها عشرات المرات، ووعدوا ربنا واعطوا ربنا عهود. لا اللي وعد ربنا يصلي طلع صلى، ولا اللي وعد ربنا يبني جامع طلع بنى جامع، ولا اللي وعد يتصلح حاله اتصلح حاله. كل واحد ربنا اداله الصحه تاني واداله العمر تاني، رجع في كلامه مع ربه. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها. هي دي الدنيا، اولها واخرها، اولها واخرها لا تساوي الا ظل شجره. يا دوبك انت عديت وانت ماشي تحت الشجره دي. سيدنا النبي اللي قال كده، وسيدنا النبي علم الصحابه الكلام ده، يعني علم الصحابه كلها في هذه المدرسه، المدرسه المحمديه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو المعلم للبشريه، بيطلع لنا، مش بيدي مواعظ، مش بيدي نصايح، بقدر ما هو قدوه فعليه عمليه. يقوم الصحابه تشوفه بعينيها، مش يسمعوا كلامه بس، لا، السنه القوليه اللي النبي قالها ما تمثلش 10-20% من السنه. في سنه قوليه وسنه فعليه وسنه تقريريه. السنه اكتر انواع السنن الثلاثه السنه الفعليه. الصلاه تلاقي سيدنا النبي بيقول للصحابه كده: صلوا، فعل امر، كما رايتموني اصلي. ما عادش يقول الصلاه كذا لا لا، شوفوني بصلي ازاي وصلوا زيي. خلاص. وتعالى للحج يقول لهم ايه؟ خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عاميه هذا. يعني اتعلموا مني انا بعمل ايه. عشان كده سيدنا النبي حج راكبا وطاف بالبيت راكبا ولم يطف ماشيا. طاف بالكعبه وهو راكب الجمل الناقه بتاعته، عشان الناس من بعيد الالاف المؤلفه ما شافتش النبي قبل كده، فلا عاوزين يشوفوه بيعمل ايه. النبي ما كانش طويل ولا قصير، كان تلتين، فلو مشي في وسط الناس مش هيتشاف. فبقى يحج او يطوف راكبا عشان الناس تشوفه وتتعلم منه. دي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يا ترى في الجوع النبي كان بيجوع زي الناس الغلابة برضه، ولا وقت الجد النبي كان بياكل والفاكهة والكولدير والمية الساقعة والفقير يضرب دماغه في الحيط؟ نشوف الكلام ده ولكن بعد الفاصل. أيها الأحبة في الله، عدتم إلينا وعدنا إليكم. غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، عندما تحزب العرب والمنافقين قبائل ثلاثة، بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع، مع كفار قريش والقبائل المجاورة العربية لها، كل ذلك سميت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. واتفقوا على استئصال شأفة الإسلام والمسلمين من على وجه الأرض، مش ليس فقط على وجه أو على من الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية. وذهبوا إلى المدينة المنورة. سيدنا النبي لقى الوقت ضيق جدا، فبدأ يشوف هيقابل الجموع الغفيرة دي ازاي، هذا الجيش الجرار ازاي. فأشار عليه سلمان الفارسي بفكرة جديدة جدا لم يألفها العرب في حروبهم،
وهي فكره الخندق. الناس فاهمه لما تسمع الخندق يقول لك حفر الخندق حول المدينه. ما دام حول المدينه يبقى المدينه عندي كده وتم الحفر بدايره حوالين المدينه. الكلام ده مش صحيح. الخندق اتحفر من جهه واحده من 4 جهات. المدينه المنوره كده في قدام وورا ويمين وشمال مثلا، او شمال وجنوب وشرق وغرب. فالجهه المقابله للجهه اللي جايه منها قريش من اهل مكه ديت كانت فاضيه، يعني مساحه ممكن يعدوا منها. يمين وشمال منطقتين جبليتين فيها جبال بركانيه سوداء مرتفعه جدا. من رابع المستحيلات ان جيش يعدي من المنطقتين دول. يبقى دي منطقه دي والمنطقه دي محصنه. المنطقه الخلفيه اللي كان ساكن فيها القبائل اليهوديه، المنطقه دي كان منطقه سبخه لينه زي ما تقول ارض زراعيه طينيه، فما كانش تقدر الخيول تمشي منها. يبقى المدينه المنوره محصنه طبيعيا من 3 جهات ما عدا جهه واحده. الجهه الواحده دي اللي تم فيها حفر الخندق بخط مستقيم مش حول المدينه بالشكل ده. اذا اتحفر الخندق اتأمنت المدينه من ال4 جهات. تم حفر الخندق في مده قياسيه، والنبي كان بيشيل التراب مع الصحابه، مره يشيل التراب ومره يكسر الحجاره ومره يحفر. يعني النبي جرب كل الاعمال لدرجه من كتر التعب يعني ما قالش انا مثلا انا المسؤول ولا انا اللي بخطط اروح انام واستريح لا، ده عاوز يعلم الامه كلها، عاوز يعلم الامه الاسوه والقدوه. فكان زي ما قلت بيشتغل كل الاشغال الشاقه مع الصحابه، يحفر مره، يحمل حجاره مره، يكسر حجاره مره، لدرجه انه من كتر التعب ومر عليه يوم واثنين وثلاثه ما نامش، فقعد على الارض كده وميل بدماغه على حجر فنام. فوقف جنب منه سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الاثنين يذهبان الناس عنه. كل ما حد يعدي سيدنا عمر وابو بكر يقول له ايه؟ يشاور ابعد بعيد، يعني امشي بعيد عشان ما تصحيش النبي. يعني عمالين بقى ينشدوا اناشيد ويحمسوا بعض. فسيدنا النبي دقايق بس نامها وصحي، لقى سيدنا ابو بكر وعمر واقفين جنبه يذهبان الناس. فقال لهم لما لم توقظاني؟ لما لم توقظاني؟ انتوا ازاي سبتوني انام؟ فقعد النبي يشتغل ليل ونهار، والمنافقين كل واحد يجي يعمل نفسه كده يمثل ان هو بيحفر وياخد بعض يروح ينام في البيت، ياكل ويشرب وينام. وافق قدرا الوقت ده ان اخر السنه الاقتصاديه اقتصاد المدينه قائم على التمر، فكان النخل قرب يحمر، فما فيش لا قديم والجديد لسه ما اتعملش، فالبيوت كلها ما فيش فلوس ما فيش اكل. فالصحابه كان بيمر عليها فطار وغدا وعشاء ما ياكلوش. فبعض الصحابه عدى عليه يوم وليله ما كلش، فربط حجر على بطنه من شده الجوع. ف3 من الصحابه كان عدى عليهم يوم وليله ما كلوش، وبقوا تاني يوم من غير اكل، وكل واحد رابط على بطنه حجر من شده الجوع. ف3 راحوا للنبي في الخيمه ودخلوا عليه وطلبوا منه طعاما. عاوزين اكل ليه؟ قالوا له احنا بقالنا يوم وليله ما كلناش من امبارح. وراحوا شايلين هدومهم كده، فسيدنا النبي شاف كل واحد رابط على بطنه حجر. تخيل النبي يرد يقول لهم ايه؟ هيقول لهم حاضر ادي الاكل وادي الشرب وتعالوا اقعدوا كلوا معايا؟ ابدا. قام وقف ورفع هدومه، فالصحابه بصت لبطن النبي الشريفه لقوا سيدنا النبي رابط على بطنه 3 حجاره، اشاره الى انكم انتوا عدى عليكم يوم وليله ما اكلتوش، انا عدى عليا يوم واثنين وثلاثه، 3 ليالي من غير اكل، ربط 3 حجاره. لما شاف المنظر ده سيدنا جابر بن عبد الله وكان شاب فقير، صعب عليه النبي قوي قوي، فراح لبيته وزوجته قال لها شوفوا لي اكل من اي حته، اي اكل. قالت له انت اول مره تطلب الاكل كده؟ قال لها لان النبي شفته في منظر النهارده بقاله 3 ايام ما كلش. قالت له ما فيش اكل الا بعض الدقيق نعمله عجين، وفي عندنا معزه كده ولا شاة صغيره نذبحها، فاذبحها وسيبها لها اشويها واعمل الاكل، وانت روح للنبي ميل عليه كده واشوشه، يعني في ودنه كده سرا، ما الصحابه كلها جعانه، قل له يا رسول الله صنعت لك طعاما انت وصاحبيك ابو بكر وعمر. يعني هات النبي ومعاه ايه؟ 2، ابو بكر وعمر، يجوا عندنا يتغدوا. قال لها طيب.
فراح رايح للنبي وطى عليه كده في السر وهمس في اذنه وقال له: يا رسول الله، قم انت وصاحبيك ابي بكر وعمر فقد صنعت لكم طعاما. قال له: معقول يا جابر؟ قال له: اه. فقال: يا قوم، لقد صنع لكم جابر بن عبد الله بن حرام طعاما فهلموا الى دار جابر. يا رسول الله، الاكل 2 3. قال له: ما يهمكش يا قوم كلكم. كم واحد؟ 1500 جندي، كلهم بقى لهم يوم واثنين وثلاثه ما كلوش. فراح على بيت سيدنا جابر، سيدنا جابر بقى حاطط ايديه الاثنين على قلبه ودخل على زوجته. زوجته لقت الجيش كله قدام البيت. ايه الحكايه دي؟ ده لو معاهم قطيع اغنام مش هيقضي. فقالت له: يا جابر تعالى، انت قلت للنبي ايه؟ قال لها: ابدا والله، انا قلت له اللي انت قلته لي، قم انت وصاحبيك. قالت له: يعني انت قلت له كده؟ قال لها: اه. قالت له: هو قال ايه؟ قال لها: ما ردش عليا، قال لي الجيش كله قوم الى بيت جابر عشان تاكل. قال له: اذا لا تراعي. شوف الزوجه المؤمنه بقى، مش انت قلت للنبي؟ قال لها: اه. قالت له: ما يهمكش حاجه بقى، مش مشكلتك خالص. فسيدنا النبي نادى على جابر: يا جابر. قال له: نعم يا رسول الله. قال له: هل صنعت زوجتك الطعام؟ قال لا. قال له: ايوه يا رسول الله، اتحط على الطبليه جوه اهو. هنعمل ايه بقى كده؟ قال له: انا اخش على الاكل وانت ادخل الي الجيش 10 10. شوف النظام والدقه بقى، 10 هم الاكل يقضي 2 3 اهو، سمعا وطاعه. فطلع عد 10: ادخلوا كلوا مع النبي. دخلوا وسيدنا جابر عمال يدعي بره. بص لقى ال10 طالعين: بارك الله فيك يا جابر، اما اكل ده احنا شبعنا. مش مصدق. التانيين يا جابر؟ راح مطلع ال10 التانيين، التالتين، الرابعين، 1500 عسكري كلوا. وبعدهم سيدنا النبي نادى على جابر، قال له: ادخل يا جابر. فدخل. قال: هذا طعامك واهل بيتك واهدي الى جيرانك. تم البدر